السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة بعمر كورة عالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. لايك وشير، واللي مش مشترك في القناة يشترك. طبعا أول خبر عندنا طبعا مباراة الزمالك والبنك الأهلي. جدل كالعادة حول الهدف اللي جابه البنك الأهلي. أولا مبروك للزمالك الفوز 1-0 على البنك الأهلي، ثلاث نقاط هامة في ظل التراجع اللي كان بيحصل في نادي الزمالك. الفوز الخامس لنادي الزمالك في 2023. طبعا انتوا عارفين الزمالك سلسله من الهزائم، ولكن الفوز ده فوز طبعا هام، فوز معنوي. وبالذات يعني لو جاب مدرب اجنبي هيدخل على ايه؟ ان فريق في المركز الرابع في المربع الذهبي، يعني قفزه من للزمالك من المركز السابع للمركز الرابع. فوز هام جدا لنادي الزمالك. ولكن الهدف البنك الاهلي في جدل، وهيحصل جدل وحصل الجدل. البعض يقول لك ان ده هدف، مفيش تسلل. واساسا هو الفار استدعى الحكم ليه؟ استدعى وائل فرحان ليه؟ اللاعب المتسلل اساسا ما كانش ليه تاثير مع اللعب اساسا خالص. الكوره راجع اللي كان من المدافع، والمشترك معاه اللي كان متسلل ماليش دعوه، ماليش تاثير. رجعت كوره تاني، فهدف سليم 100%. يعني تدخل من الفار لحكم المباراه، وانه استدعاه تدخل صراحه غير مبرر. ده راي اغلبيه الحكام واغلبيه الاستوديوهات التحليليه. ف مش عارف يعني موضوع التحكيمي، والفار رجع تاني، لكن الفار يعتبر الفار هو الذي انقذ الزمالك النهارده من التعادل ومن خساره 3 نقاط. كان في مباراه حلوه جدا النهارده وقويه جدا، يعني اللي هي الداخليه وسموحه. سموحه كان متقدم كام على الداخليه؟ المباراه انتهت 4-3. مباراه قويه جدا من جانب الفريقين. انبي النهارده فاز على المولد 2-1. الاهلي بكره، الاهلي وبيراميدز نهائي كاس مصر، مباراه هامه جدا، هامه الفريقين على فكره. بيراميدز عايز يحقق اول بطوله له في تاريخه، سواء كان اسيوطي او بيراميدز. الاهلي طبعا مش عايز يخسر البطوله دي. الاهلي بطوله يعني خسرها السنه اللي عدت واللي قبلها، الاهلي لازم عايز البطوله ديت. فالاهلي باستعداد يعني لهذه المباراه على قدم وساق. امين عمر حكما لنهائي الكاس ما بين الاهلي وبيراميدز، واحمد غدور حكما لتقنيه الفيديو. طبعا كولر استقر رسميا يعني على التشكيله شبه مؤكد. هيلاعب طبعا الانسجام، الاستقرار اهم حاجه. الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعه، عبد المنعم، علي معلول، عندك مران عطيه والسوليه. لو لعب بتاعت نص ملعب يلعب معاهم حمدي فتحي. ما لعبش تلاتة نص ملعب هيلعب معاه، هيلعب قفشه قدام، تاو او حسين الشحات، كهربا وعبد القادر. مباراه لا تقبل قسمه على 2. الاهلي لازم يفوز في هذه المباراه. عندك كمان في بطوله، كانت بطوله رمضانيه، كانت هو فاز فيها شباب 2006، شباب الاهلي 2006 بقياده عمر سيد معوض احرز 7 اهداف وهو هداف البطوله. فازوا في يعني الدوره دي على فاينورد الهولندي. ده يعتبر انجاز عظيم. ليه؟ لما يبقى احنا اما نقول ان دول ناشئين، لكن مش ناشئين، 17 سنه. ده كان في لعيبه بتلعب في كاس العالم في قطر عندها 17 سنه تلعب مع منتخباتها. ولكن عندنا هو ان فريق 17 سنه 2006 وياخد بطوله، ده انجاز عظيم بالنسبه لهم. طبعا التذاكر كلها نفدت بالكامل، سواء ال 10,000 بتوع بيراميدز راحت كيف ازاي نفدت، وال 10,000 بتوع الاهلي. الاخبار العالميه النهارده ليفربول وتعادلوا مع ارسنال. ليفربول يعني ما عندوش امل، لكن انا كنت اتمنى فوز ارسنال. انا ليفربول بحب محمد صلاح، لكن كنت اتمنى فوز ارسنال عشان خاطر ايه؟ ياخد الدوري. محمد صلاح احرز هدف وضيع ضربه تاني، على فكره تاني ضربه زي محمد صلاح يضيعها على التوالي. السيتي طبعا هو الوحيد المستفيد، لان يقلص النقاط ما بين السيتي وما بين ارسنال ل6 نقاط، ويتبقى للسيتي مباراه. يعني لو السيتي فاز ب3 نقاط فقط لا غير. مباراه السيتي والارسنال حاسمه بين الاثنين الاسبوع اللي بعد اللي جاي.
كمان ريال مدريد اتغلب 3-2 من فياريال، يعني رسمي ريال مدريد بعيد عن الدوري الاسباني، ولكن ريال مدريد عنده كاس الملك الاسباني وعنده دوري ابطال اوروبا. اتمنى ان تكونوا سعدتم بهذه الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.